السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل الرز البسمتي بتاع المطاعم زي ما قال الكتاب، بس هنطلعه بنكهة ما خطرتش على بالكم قبل كده. بس خليكم لاخر الفيديو علشان هنقول بعض التكات والاسرار اللي هتستفيدوا منها قوي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا كيلو رز بسمتي مغسول قوي ومتصفي ومنقوع لمدة 10 دقايق. ليه مدة 10 دقايق؟ ليه؟ علشان نتخلص من بعض حمض الفيتك اللي بيمنع الجسم من امتصاص بعض العناصر الغذائية زي الفيتامينات، زي المغنيسيوم، زي الكالسيوم، زي الحديد، زي الزنك وهكذا. فاحنا بننقعه 10 دقايق علشان نتخلص من بعض حمض الفيتك اللي بيعوق الجسم من امتصاص الفيتامينات والمعادن. معايا بصلتين متوسطين متقطعين ناعم جدا. معايا البهارات بقى، والسر في البهارات الاكبر. معايا هنا معلقه شطه جامايكا اللي هي الشطه الخشنه، معلقه كبيره بصل بودر، معلقه صغيره جوز الطيب مطحونه، معايا معلقه كبيره كزبره جافه، معايا معلقه صغيره بهارات دجاج، معايا معلقه صغيره كمون، معايا فلفل اسود، ومعايا كركم معلقتين كبار. وهنا الكركم انا مزوداه مع الفلفل الاسود علشان لازم طالما الوصفه فيها كركم لازم يبقى فيه فلفل اسود، عشان زي ما قلنا في بعض الفيديوهات قبل كده ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين اللي في الكركم. والماده ديت غنيه عن التعريف، مضاده للالتهابات، مضاده للاكسده، مضاده للامراض المستعصيه. معايا معلقه كبيره بابريكا مدخنه. ويلا بينا بقى نروح على النار ونشوف الطريقه هنعمل ايه. اول حاجه سخنت الحله وسخنت الزيت وهنزل بيها على البصل. هنزل على البصل وههدي النار. لازم نهدي النار في الوقت ده عشان الولعه الهاديه هي اللي بتخلي البصلايه تنزل الماده المسكره اللي جواها. وهبدا اضيف معلقه ملح عشان برضو تساعد لي البصله تنزل الماده المسكره اللي جواها. هي حبايبي معلقه ملح عشان البصل ينزل الماده المسكره. هستفاد ايه لما البصل ينزل الماده المسكره؟ هستفاد انه هيتمزج مع النكهات اللي انا هضيفها ويعلي لي التست. وهنا هبدا اضيف التوابل والبهارات عشان الزيوت العطريه تطلع. الله على الريحه يا جماعه، لو عملتوها دلوقتي هتقومي، لو شميتوا الريحه هتقوموا تعملوها بجد ما شاء الله تبارك الله. ودلوقتي هنزل بالرز المغسول ومنقوع 10 دقايق زي ما قلنا اهو يا حبايب قلبي. ادينا له تقليبه عشان يمتص النكهات ديت، وده برضو السبب الثاني لنقع الرز البسمتي 10 دقايق علشان نفتح مسامه يتقبل النكهات اللي احنا بنديها له. بعد كده بالميه من الكتل تكون مغليه، لازم يكون مغليه يا حبايبي زي ما انتم شايفين. والرز البسمتي الكوبايه بتاخد كوبايتين سواد اهم يا حبايب قلبي. هنغطي عليه يا حبايب قلبي وبعد كده نشوف هنرجع نعمل ايه. شايفين في الوقت ده بقى ما نقلبش. شايفين البقبقه دي؟ البخار بيحاول يطلع من فوق علشان يسويه من فوق زي من تحت. لو انت قلبتي انت كتمتي الفجوات دي، فالرز هيكون معجن من تحت معاكي ومش مستوي من فوق. تمام؟ وخلاص انتهينا من عمل الرز البسمتي زي المطاعم بالظبط، والريحه مش قادره اقول لكم. يا رب بقى ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.